بين باجز وديكور وتصوير، لكن للاسف الحلو ما يكملش. اهلا بيكم في خروجه جديده من تستاهل. احنا طلبنا كذا ايتم من المنيو، ما تيجوا نفرجكم على المكان على ما الاكل ينزل. يلا بينا. اول حاجه لاحظناها هي البين باجز، قعدتها جميله ومختلفه وشبابيه جدا، بس حسينا انها قريبه قوي من بعض فمش هتعجب كل الناس. اما اندور القعده هاديه والديكور حلو قوي الصراحه، واكبر ميزه في المكان انه بيعمل اعياد ميلاد كتيره جدا وحفلات وايفنتس في الويك اند، بس كل ده نسيناه تماما لما بدانا تجربه الاكل. تعال احكي لكم. نزلي الاكل يا تيتا. لا. بدأنا بالتكساس فرايز ب 50 جنيه، جبنتها كتير بس التوبينجز قليله شويه مش وحشه. دخلنا بعدها على الجريلد تشيكن ليمون صوص ب 190 جنيه. الصوص طعمه حلو الصراحه، بس الفراخ فيها طعم مش لطيف، مش عارف من التتبيله ولا زفاره والليمون غطى عليها. قلنا نجرب السوتيه اللي معاها والصراحه مش حلو خالص، مش مستوي ولا متبهر كويس. قلنا خيرها في غيرها ودخلنا على البيف ستراجانوف ب 260 جنيه. اللحمه بلدي ونضيفه بس البراون صوص ما فيهوش اي طعم خالص، لا لحمه ولا غيره. قلنا يمكن الامل في الماش، ثم كانت الصدمه. ده حقيقي اللي حصل، الماش ما يتاكلش خالص ولا الرز حتى، كانت حاجه مأساويه فعلا. ارجع كده. هات لي الحلو يا تيتا. دخلنا على الحلو، من الاماكن القليله اللي لقينا عندهم براونيز فقلنا نجربها ب 55 جنيه وندمنا الصراحه. نزلت ساقعه وناشفه جدا، والايس كريم اللي معاها سقعها اكتر بدل ما تكون البراونيز سخنه وتسيحه. والموكا اللي ب 60 جنيه طعمها لبن بسكر، لا فيها طعم قهوه ولا شوكولاته. وحتى كوكتيل فلوريدا ب 60 جنيه اللي عباره عن ميكس فراوله مانجا جوافه، طعمه مكتوم قوي ومش حلو خالص. يعني رغم القعده الجميله والديكور المبهر، الاكل قضى على املنا وبوظ لنا الخروجه. تجربه حقيقي ما تستاهلش. كلنا وشربنا، مش نقيم بقى. فعل الحلو اكيد. بص المكان شكله تحفه، قعده بين باجز وقعده عامه وجو عام للمكان وديكور. المكان الدنيا لذيذه جدا، جميل جدا. يعني لو بس اقول حاجه وحيده عن البين باجز ان هي ممكن كلها قريبه من بعض. قصدك متكدس يعني شويه. فالناس برضو اللي ما بتحبش ان بقى الناس جنبها على طول ممكن ما تتبسطش، بس هي انت جاي تقعد على البين باجز. هي فعلا في الزحمه هتبقى قاعد ولازق فيك مثلا حد تاني في البين باج، فدي ممكن مثلا تبقى مشكله عند ناس كتير. لكن كديكور عموما او كقعده عموما مكان لطيف قوي الصراحه. دي كانت تجربتنا احنا. الاهم تجربتكم انتم. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في التجربه. هل خروجه فينوس تستاهل ولا فركش يا تيتا؟